اعلم أن الطاعات التي تعملها من أجل نفسك، من أجل أن تنقذ نفسك من النار، الله عز وجل يقول في سورة فصلت، واسمع وتأمل يا غالي: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. اسمع نفس الآية في سورة الجاثية ولكن الختام متغير: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.